مع الطائفة الشريرة والحثالة الحقيرة ذات الأعمال المريرة والفعال الخطيرة والشرور المستطيرة، مع من رفعوا الحراب ويسعون بالخراب، ودينهم اللعن والسباب لخير الأصحاب كأبي بكر وعمر بن الخطاب، لكن سعيهم في تباب ومكرهم كبقيعة سراب وأرض يباب. متى ما تمسكنا بالسنة والكتاب وسرنا على الحق والصواب فإن هذا لهم أعظم الشر والمصاب. لعل الكثير من الأحباب عرف المقصود من هذا الخطاب، إنهم الرافضة، إنهم الشيعة، إنهم الحوذة، إنها الطائفة اللعينة، إنها الجماعة المهينة والطائفة اللعينة ذات الأخلاق المشينة، من يحاربون النفوس الأمينة ويبغض مكة وساكن المدينة، فعلينا أن نقف لهم بالمرصاد، وأن نضع الأصبع على الزناد لنقتل أهل الشر والفساد والزيغ والعناد ونطهر البلاد، ومن ركسهم نطهر البلاد، ومن شرهم نريح العباد. وهذا خير مطلوب ومراد يسعى إليه أهل الرشاد، فاجمعوا الأجناد ونادوا حي على الجهاد، وكبروا في كل سهل وناد، فقد تولى زمن الرقاد، فإما النصر وإما الاستشهاد، وهذا خير زاد ليوم التناد.